هو مصطفى أشرف راح الأهلي ولا راح الزمالك؟ والد مصطفى أشرف امبارح عمل مكالمة مع سيف زاهر علشان يوضح هو راح فين. ما تيجوا نشوف. والله المفاوضات كلها لسه، البيبان كلها لسه مفتوحة للناديين سواء الأهلي أو للزمالك. حلو، يعني لحد دلوقتي ولا راح الأهلي ولا راح الزمالك. طب ما تقول لنا كده يا أستاذ أشرف، هو ممكن يمضي لمين؟ احنا مع اللي يشتري مصطفى، اللي يشتري مصطفى ويقدره احنا معاه. ده صريحة كده وضيحة، اللي يقدر مصطفى اكتر ويشتريه. ده لو حضرتك قاصد انك تبين ان ابنك منزله في مزاد للي يدفع اكتر مش هتقول كده. والله انا مستغربة، الطمع بقى عيني عينك كده، هيروح للي يقدر ويدفع. هديلك نصيحة صغيرة يا استاذ اشرف، لو حضرتك يعني مش متابع كويس اللي بيحصل في مصر، اللي بيطمع بيرجع يندم وبينتهي. وعندك الامثلة كتير، يعني مثلا رمضان صبحي كان في النادي الاهلي وطمع في قرشين زياده فراح بيراميدز. دلوقتي بقى حالته ايه؟ ندمان ندم عمره على الحركه اللي عملها، ونفسه يرجع تاني الاهلي، ولو الزمن عاد بيه تاني عمره ما هيعملها. عنده استعداد ان هو يسيب القرشين الزياده بس يرجع تاني يلعب في الاهلي. عندك كمان فتوح لقى الزمالك والاهلي وبيراميدز عايزينه، قعد بقى يفاضل ويزايد عليهم. لا انا عايز كام مليون، لا انا عايز دفعه تعاقد. ايه بقى اللي حصل له؟ عندك يا سيدي اتوقف واتحل التحقيق والزمالك عرضه للبيع، رغم ان الزمالك عرضه للبيع بس الانديه اللي كانوا عايزينه لما لقوه طماع كده راحوا سابوه. الاهلي وبيراميدز قالوا خلاص مش عايزينه، فاضطر يوافق بتجديد العقد مع نادي الزمالك بشروط نادي الزمالك مش بشروطه اللي كان حاططها. ما هو خلاص لقى نفسه بيضيع. وعندك كمان سيف جعفر لما ساب الزمالك وراح بيراميدز وبعدها ندم ورجع تاني للزمالك لانه حاسس ان هو خرج بره بيته. مش كل حاجه بالفلوس يا استاذ اشرف. لو حضرتك عايز الفلوس تقدر حضرتك توديه الدوري السعودي، بيدفعوا حلو هناك. ها يا استاذ اشرف، عندك طلبات تانية مع الاوردر ولا كده تمام؟ وان هو يجي يلعب، انا مش جايب مصطفى مش عاوز اديه اهلي او زمالك او زمالك او اهلي علشان يقعد وخلاص. ان انا لا، ده الراجل عايز يلعب. لا بص بقى يا استاذ اشرف، في حاجه اسمها رؤيه المدرب، يقعد يلعب دي بتاعت المدرب. دي نصيحه ليك يا مصطفى، انت لاعب صغير ولسه عندك مستقبل، خلي عندك وكيل اعمال محترف يتعامل مع الانديه ويشوف الاحسن لمستقبلك. دي شغلانته اللي بيفهم فيها، لكن انا اسفه جدا والد حضرتك مش هينفع فيها. جو هنديه للي يدفع اكتر ده هيقضي على مستقبلك من قبل ما يبدا. وكلامي اللي جاي للانديه الكبيره بتاعتنا، لما نقعد نتخانق مع بعض على لاعب هتبقى دي النتيجه. ما ينفعش كده يطلع وارد لاعب يتكلم كده على اكبر ناديين في مصر. اللي هيدفع اكتر هياخده. طول ما احنا بنضارب في بعض وننافس في بعض مين اللي هيخطف الصفقه، اللعيبه هتتنطط على الانديه الكبيره. لا وبيحطوا شروطهم كمان، لازم ياخد اكتر فلوس، لازم يلعب وما يقعدش دكه. بكره كمان يجي حد يقول لنا عايز مين يدربه. لازم يكون في تعاون بين الانديه اكتر من كده. وانا لو مكانكم مش هختار اللاعب ده حتى لو كان احسن لاعب في العالم، عشان يتعلم ان مش دي طريقه التفاوض مع اكبر ناديين في مصر. وده اخر الكلام. سلام.